صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. نوافذ رؤية أمير الشباب والطم العين تعادل أمام نيوم، مباراة كانت. ولما نتحدث عن التاريخ كما سلفت بذلك مرات وتعادلوا في واحدة، وانتصر نادي نيوم في مواجهة كانت في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل. دائما في شوط المباراة الأول لا يهاجم ولا يعتمد حتى على المرتدات، أي تمريرة أي انطلاقة أي انفراد إلى الغامدي، يقول أي تمريرة أي تمريرة أي تمريرة. يا سعيد بالانتقالات الشتوية، هذا سعيد بالرحمة. اتحاد في الانتقالات الشتوية، هذا سعيد بالرحمة. عمل كبير ما يقدمه هذا اللاعب، ولنا أن نتذكر مباراة الحزم. يا سعيد يا بالرحمة، أي تمرير، أيام سعيدة يعني. بالنسبة لفريق منذ بداية الدوري كان يستعيد تكلم بيرسل تمريرة إلى سعيد بالرحمة. سعيد أمام ولية وعالية، بريك اسمها كبيرة في ملعب المباراة. يا سعيد يا بالرحمة، تعود الكرة من حجازي إلى محارب الصحراء إلى سعيد بالرحمة، يرسل تمرير خروج بثلاث نقاط أو نقطتين، أمر ممتاز جدا بالنسبة يكون إلى منتصف الملعب إلى الباسيميدو الغيني، يرسل التمريرة إلى أكثر لاعبي الرحمة، حرية مطلقة يعطي إياها البرازيلي. بعد ذلك من عبد الملك العياري إلى سعيد، لاعب التصعيد الهجومي دائما. سعيد بالرحمة يرسل التمريرة سليمة إلى الغامدي الغني. الأمرين في مسألة تحقيق النقاط، أي تمريرة يا عين يا سعيد بالرحمة، يعيد الكرة كارلوس جول. مواسم في المجمع وبعد ذلك إلى 20 سنة بالنسبة لهذا الحارس، 38 سنة. بالنسبة لمسيد البريك، تغيير وجهة اللعب عالية وطولية، أي كنترول يا جزائري. سعيد بالرحمة بالمهارة يعبر كالعادة، ويا كوامي أمن إلى ركلة مرمى وخسارة مجمع. طاعوا خل ذلك عبد الملك إلى سعيد بالرحمة، كنترول عالي كنترول عالي وتمريرة رائعة جدا إلى الغامدي، أحمد الغامدي يرسل والدلائل. هذا اللاعب يا عين يا سعيد بالرحمة، أي لقطة وأي مهارة وأي روقان أي عبور. كرة الباسيميدو، سعيد بالرحمة ما زال يحافظ على كرته إلى البين أو 7 لاعبين. ترسل الآن الكرة الثابتة في القائم البعيد، لكنها تمر صاحب 29 سنة أيضا حجازي، ويرسل كرة إلى سعيد بالرحمة. سعيد بالرحمة العقل المدبر لكل الغزوات الهجومية لنادي نيوم جدا بالنسبة للعيناوية. تعود الكرة إلى سليمة إلى سعيد بالرحمة، ذلك يضيع نادي نيوم. ثاني واحدة للغامدي، والآن بالرحمة بدقيقة أيها قضاها هناك مع ويست هام اللاعب الرائع الموهوب سعيد بالرحمة في شوط المباراة الأول. العرضية ترسل الآن لكن بريك، محمد يعيد إرسال الكرة إلى سعيد بالرحمة، يرسل. هي آخر ما تبقى من شوط المباراة، واليا غامدي إلى سعيد بالرحمة يرسل شوط المباراة الأول. كوامي نعم يغادر، كوامي يضع في التشكيل الأساسي تشاموسكا. سليم الآن إلى سعيد بالرحمة يرسل التمرير. الآن لا يستعجل لاعبي نادي نيوم مباراة وخلق الفرص، وبعض الفرص اللي خلقها لاعبي العين باي دياني ما بين غامدي سليمة إلى كارلوس إلى الغامدي إلى سعيد بالرحمة. الله 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 الله، سريعة مباغتة بجوار القائم الأيمن. شاهد أي مرور ما بين القدم، أرسل كرة زحمة اللاعبين، لكن مود الشمري أو ربما الغامدي الباسيميدو. سعيد بالرحمة حيازة والسيطرة عليها، لكن الفاعلية تقل يعني بجانب علي الزهراني. سليمة الكرة الآن في الجانب الأيسر، يا سعيد بالرحمة بالقدم اليسرى ينتظر، يعيدها إلى القدم البريك. عرضية هذا اللاعب أي تمريرة، صانع ألعاب عاب في أقصى الملعب، عن العدالة عن النجمة وعن كل الآن تعود. يا سلام يا عيني ولا لا يحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب
عالية وطولية، كارلوس يا جونيور إلى سعيد بن رحمة. كالعادة سيميتو، تعود تمريرة خاطئة، سعيد بن رحمة إلى عبد الله، يا الله أحمد عبدو من الغريب. تعود الكرة الآن سليمة إلى سعيد بن رحمة، يرسل التمريرة، يا عيني على التمريرة، تصريف. وأحمد حجازي الآن أطول اللاعبين في ملعب المباراة بجانب سلافيا القيادي لدى هذا اللاعب، بعيدا عن المنظور الفني والأمور الفنية. يا سعيد بذكاء يصل الآن بديلا للإصابات. حينما يكون حدث نيوم الآن فالف المساحة سعيد بن رحمة بالمهارة يمر كالعادة، يعبر كالعادة، لا يعاني في المواجهات الثنائية، يرسلها إلى تمريرة عبد الله في الجانب الأيمن، يرسل الكرة إلى سعيد بن رحمة، أرسل تكتيكية عالية لإسلام هوساوي بقت 5 الآن يا علي يا زهراني لتعود الكرة الآن. النجم الجزائري كامل نغلي لاعب المنتخب الأولمبي ولعب نادي سبارتا روتردام الهولندي، الذي انتقل إلى نادي ميلوال الإنجليزي الذي ينشط في شامبيونشيب مقابل 3.5 مليون أورو. في واحدة من الصفقات المثيرة التي شاهدها سوق الانتقالات الشتوي، حيث انتقل اللاعب الجزائري الدولي سعيد بن رحمة من نادي ليون الفرنسي إلى نادي نيوم السعودي مقابل 15 مليون أورو، مع وجود شرط إلزامي للشراء في حال صعود نادي نيوم إلى دوري روشن، مع العلم أن نادي نيوم يتصدر الدوري الدرجة الثانية السعودي. في صفقة لم تكن متوقعة منها الجمهور الجزائري، انتقل المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري من ناديرين إلى نادي أولمبيك مارسيليا في صفقة بلغت 19 مليون أورو.